ازيكم يا احلى بنات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. صلى الله على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل مع بعض العيش الفلاحي اللي هو بالردة كده. هنعمله في فرن البوتاجاز كده في مطبخك كده في البيت ان شاء الله. اول حاجة معايا كيلو من الدقيق، نص كيلو من الدقيق الابيض اللي هو الزيرو، اللي هو ما بيكونش فيه ردة. وكمان هيبقى معايا نص كيلو من الدقيق اسمه دقيق بلدي. الدقيق البلدي دوت عشان تعرفي الفرق بين الاتنين، بيبقى فيه ردة كده. دي البلد اللي هو بنخبز بيه العيش اللي هو بتاع الافران اللي هو بيبقى فيه ردة. هنبدأ بقى كده زي ما انتوا شايفين. حطيت كيس من الخميرة، يعني ايه، معلقة، قولي معلقة من الخميرة. وكمان حطيت شوية ملح، وممكن تحط شوية سكر كمان. العيش ده يا جماعة بتكون عجينته طرية جدا كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده بالظبط. وبياخد معايا كيلو دقيق حوالي 3 مجات من المية. بيبقى بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بتحاولي بقى ان انت تسلكي ايدك منه وتركنيه كده لما يخمر ويكون معاكي زي ما انت شايفاه كده. وبعد كده بتجيبي شوية ردة وتروحي رشهم كده في الصينية بتاعتك. طبعا هو بقى الناس الفلاحين بقى بيحطوه كده على طبالي وعلى الواح وحاجات من ديت. هحاول مرة كده اخلي حماتي وهي بتخبز اصور لكم بتعملوا ازاي ان شاء الله. وبترصي كده وبتقطعي بقى، بس طبعا انا بقطع بحجم صغير جدا علشان خاطر مفيش مطرحة ان انت تفردي عليها الرغيف بتاعك، بس عشان احنا في حر كمان تحس ان حجم الرغيف كبر معايا. ونحاول نوسع علشان انا ما وسعتش وانا برصه جنب بعضه. حسيت ان هو كده لما اختمر تاني ارتفع ولم وعمل في بعضه كده زي ما انتوا شايفين. رصيته بالشكل ده، بس هو لسه هيخمر تاني، يعني في مرحلة تخمير تاني او ايه، تريح شوية. وبغطيه بقى بتاع ربع ساعة او 10 دقايق علشان يرتاح معايا. وهو بيختمر بقى بيعلى كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انت ما عندكيش مطرحة علشان خاطر تعمليه في المطرحة، ترحيه في مطرحة. هحط شوية دقيق كده على ردة وهبدأ زي ما انتوا شايفين كده. بس هو يا جماعة للأمانة كان صعب جدا عشان الجو كان حر. العجينة معايا سيحت. فيه دقيق بيبقى نوع حلو وفيه دقيق نوعه بيسيح. النوع العجين اللي كان معايا في الفيديو ده كان بيسيح شوية كده وبيلزق. حاولي لو انت أول مرة هتكوني بتعملي في البيت كده، حاولي ان انت تجيبي دقيق زيرو وتعملي بيه في البيت، هيبقى معاكي جميل ومتماسك. وتحاولي ان انت ما تطرهوش قوي، لان الجو في الحر دوت العيش ما بيبقاش مظبوط. وبتفرديه كده بالنشابه او بايديكي على كده مفرش سيليكون وتسيبيه بقى. وانا بسويه على فرن البوتاجاز زي ما انتوا شايفين. وما بحس ان هو اتشمع معايا من تحت، ببدأ ان انا احطه تحت الشواية. زي ما انتوا شايفين خرج معايا بقى. طبعا حاجة يعني ايه، معمولة كده في البيت في فرن البوتاجاز، ما بتبقاش طبعا زي العيش طبعا اللي هو بيتخبز في فرن بلدي بقى وانبوبة والحاجات دي. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك، شكله جميل وكان طعمه اجمل. هتقولولي ايه النقط البيضة اللي فيه ده؟ دوت يا جماعة وش العيش كده لما بينشف بيعمل كده. ده نشف مني وشه فعمل معايا النقط البيضة دي. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. زي ما قلت لك، ان حبيتي ان انت تعمليه هتجيبي دقيق زيرو بس وتحط عليه معلقتين من الردة وتبداي تعجني وتيبسي العجينة بتاعتك